الكنافة والبسبوسة والجلاش من أكتر الحلويات اللي بتتقدم على سفرة رمضان. إنما إن التلاتة يتعاملوا مع بعض في صينية واحدة، بصراحة ده كان اختراع. شفته وعجبني جدا فقلت لازم أجربه. تعالوا معايا نجربه ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. إذا عجبكم تابعوني واشتركوا في قناتي واعملوا لايك وشير، ويلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب حوالي ربع كيلو من الكنافة، أنا ما كانش عندي ربع كيلو دي للأمانة، دول 200 جرام تقريبا. هناخد نفصصهم كده من بعض، وبعدين ناخد شوية منهم نخليهم ايه يعني في طبق لوحدهم كده، ونركن بقى الكنافة كلها على جنب، ونروح نجيب المكون التاني اللي هو الجلاش. دي لفة من الجلاش مش هناخدها كلها، هناخد نصها. يبقى خدنا ربع كيلو من الكنافة وكمان نص لفة الجلاش. هنقطعها بالسكينة كده لغاية ما نوصل النص، أو لو عايزة تقسميها من الأول على نصين مفيش مشكلة. تمام، هنعملها شرايط بالشكل اللي انت شايفاه ده. سهلة جدا وسريعة قوي. هيتبقى النص هنحطه بقى في الكيس بتاعه ونرجعه الفريزر. في أي وقت تاني نعمل نفس التجربة اللي نشوف إذا كانت هتنجح دي ولا لأ. هنحط بقى في طبق كبير الكنافة ونحط معاها الجلاش، وهننزل عليهم بالمكون التالت اللي هو نص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وربع كوباية من السكر، ومعلقتين من الحليب البودر وباكت من الفانيليا، نص كوباية من السمنة. وهننزل بيها على كل المكونات دي ونقلبها كويس جدا لغاية ما تتشرب المادة الدهنية كلها وتبقى معانا بالشكل ده. ومعانا صينية مقاس 30 هندهنها دهنة كويسة برضو بشوية من السمنة. وطبعا هنا أنا استخدمت نص كوباية وربع كوباية هشتغل بيه، دهنت منه الصينية. وكمان حطيت معلقتين على شوية الكنافة اللي احنا كنا شايلينهم لوحدهم دول. ونقلبها كده ونبدأ نبطن بيها الصينية من تحت، يعني هنعمل طبقة من الكنافة تحت، ونبل ايدينا كده بالسمنة برضو علشان خاطر نقدر نضغطها كويس. وننزل عليها بقى بالمكونات التلاتة اللي هي الجلاش والسميد والكنافة. تمام. ونضغطهم بقى ضغطة كويسة جدا جدا علشان خاطر تتماسك كلها وتبقى وحدة واحدة كده. ما تبقى بقى من ربع كوباية السمنة اللي كان باقي، بنحاول نبل بإيدينا ونمسح وش الطبق بتاعنا. هتبقى معانا كده درجة حرارة 180، أو من تحت بس لغاية ما تحمر. نفتح الشواية، أو من فوق وتحت 170. ونروح بقى لغاية ما تستوي نعمل الشربات بتاعها: كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمون، باكت من الفانيليا، ونرفعها على النار لغاية ما تغلي حوالي 5 دقايق ننزلها. وهنجهز هنا عندنا على جنب كده كوباية من الحليب، هنحط عليها باكت من الفانيليا ونسيبها على جنب لغاية ما تطلع الكنافة المبسبسة أو البسبوسة المكنفة، مش عارفة نسميها إيه بصراحة، هي اختراع بجد. ونحاول نقلبها على وشها بحيث تبقى طبقة الكنافة هي اللي فوق. فأنا عملت الحيلة دي، يعني جبت صينية تانية أكبر وقلبتها عن طريقها كده زي ما هتشوفوا في الفيديو. ونبدأ نسقيها بكوباية الحليب اللي هي من غير سكر وبس عليها فانيليا. طبعا لو بتحبي الكنافة تبقى مسكرة قوي أو الطبق ده يبقى مسكر قوي، يبقى حطي سكر كمان للحليب. وبعد كده الشربات طبعا عندنا دلوقتي بارد والكنافة سخنة، أو العكس، عشان تشرب طبعا الشربات بتاعها. بعد شوية شايفة منظرها عامل ازاي، تحفة. طبعا شربت كل الحاجات دي وبقت طرية جدا. تبدأي قطعيها بقى مربعات، مثلثات، زي ما تحبي. بجد التجربة كانت ناجحة جدا، بس شكلا لغاية دلوقتي. تعالوا بقى نشوف شكلها من جوه عامل ازاي، هل يا ترى معجنة شكلها ايه. بصراحة اللي انا شايفاه لغاية دلوقتي انها ما شاء الله دايبة تقريبا. شكل مغري جدا. لما نيجي بقى نفتحها كده مع بعض دلوقتي بالشوكة هنشوف شكلها عامل ازاي. هتلاقيها ما شاء الله طرية، دايبة خالص. ولو فتحناها من جوه هتلاقيها كده مورقة، مش معجنة ولا بايشة ولا أي حاجة خالص. هي بجد حاجة كده فعلا اختراع. تسلم ايدين اللي فكرت الفكرة دي، بصراحة أنا جربتها من وراها، لكن كانت ضفت حاجات بسيطة، غيرت حاجات بسيطة فيها، بس الأساس الفكرة حلوة جدا. جربوها يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تابعوني، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله على خير. سلام عليكم.